سليمان كوليبالي مهاجم الاهلي الهارب من اللعيبه القليله اللي دخلت الاهلي الفتره الاخيره. كواليتي عالمي ومفيش زيه حرفيا. مهاجم دبابه بشريه بيسجل بيمينه وبشماله بدماغه اهداف خرافيه. وفنيا كوليبالي لو مركز او حتى كان ركز في الاهلي كان زمانه في افضل فرق اوروبا، وهو اصلا كان في افضل فرق اوروبا. كوليبالي كان بيلعب في ناشئين توتنهام وسجل اهداف خرافيه معاهم وكان متالق جدا، والكل كان بيقول عليه دروجبا الجديد، ولكن العقليه هنا لعبت دور ما قدرش يستمر وابتدى ينتقل من نادي لنادي في اوروبا، لنادي اصغر لنادي اصغر لنادي اصغر حتى وصل الاهلي. حسام البدري ساعتها فضل منشف رقنا نص موسم كامل عشان ينسجم، ومع اول لمسه احرز هدف وبين قد ايه فكره حسام البدري الفني العقيم وفضحه قدام الكل. كولوبالي سجل اهداف مع الاهلي بتثبت قد ايه الراجل ده فنيا لا يعوض. كان بيشوط الكرة بدماغه حرفيا، بيسجل بشماله وبيمينه فينيشر رهيب ومش طبيعي، مش بني ادم زينا كده. بيقدر يسجل من كل مكان في الملعب حرفيا. بيقدر كمان يتحرك حلو قوي 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 جوه منطقة الجزاء، سواء على القريبة او على البعيدة او كان بيجي مخترق من النص. فعلا كان مهاجم غير عادي وغير طبيعي، بيخطف اي مدافع مولود حرفيا جوه منطقة الجزاء. ولكن فجأة بدون اي مقدمات واحد من نجوم الفريق هرب، وقالوا انه بيجبروه انه يصلي وانه مسيحي وحاجات غريبه جدا محدش يتوقع انها تطلع من انسان عاقل. وقعد شويه في البيت ورجع تاني على النجم الساحلي وسجل اهداف كويسه قوي برضه، ولكن ما تألقش زي تألقه مع الاهلي. قعد 3 مواسم والفيفا وقع عليه غرامه بسبب هروبه من الاهلي، والنجم الساحلي دفع له الغرامه وبعد كده ساب الفريق وبرضه هرب وراح فريق قبرصي. قعد فيه شويه ومنه الى وفاق سطيف عشان يلعب 6 مباريات ويسجل هدفين بس لحد دلوقتي. كل امكانيات الجبارة دي وكل الأندية دي، وكوليبالي لسه لحد دلوقتي عنده 28 سنة بس. المثير بقى في الموضوع انه طلع اعتذر للإدارة الأهلي والجمهور الأهلي، وقالوا انه ندمان وان نفسه يرجع تاني، وانه فعلا حس ان هو غلط كبير جدا، وانه فعلا اتغير ودلوقتي فكره اتغير وعقله بقى اكبر، وان هو حصلت له ظروف عائلية معينة هي اللي أثرت عليه وخلته يهرب من الأهلي، وعايز يرجع تاني يصالح الجمهور والإدارة، وانه عنده شغل عايز يخلصه جوه النادي مع الفرقه، وان هو بيتمنى دايما للاهلي يحقق كتير جدا انجازات وبطولات، ويتمنى ان هو يرجع يكمل الانجازات والبطولات دي مع الفرقه تاني. هل تفتكر ممكن كولوبالي يرجع تاني ولا لا؟ الاهلي محتاج جدا مهاجم نفس المواصفات دي، المهاجم القوي بيلعب بشماله بيلعب بيمينه بيلعب بدماغه بيلعب بكل حاجه، بيقدر يتحرك صح سريع، بيعمل كل حاجه في الكوره جوه ال 18. الاهلي في الفتره دي محتاج المهاجم ده. كلنا شفنا في كاس العالم قد ايه الاهلي بيضيع وقد ايه الاهلي ناقصه الفينش الاخير، المهاجم اللي ممكن يكون كهربا بيتحرك كتير ولكن بيضيع كتير برضه، مش من اقل نص فرصه بيقدر يسجل، على عكس كولوبالي وعلى عكس المهاجمين التقال دول. هل القاره كلها ما فيهاش مهاجم زي ده؟ لا، هتلاقي مهاجمين كتير زي دول. وان كولوبالي يرجع، اكيد انا مش مع ان كولوبالي يرجع، ورجع تاني هيهرب تاني، لان ده ضد مبادئ النادي الاهلي. ولكن لازم نشوف مهاجم نفس الكواليتي الجباره دي، كواليتي اللي ملهاش حل دي، لان هو ده اللي هيفيد الاهلي. نسترخص ونروح نجيب لعيب بنص مليون ولا 300 يورو ولا اي ولا بمليون حتى، ولا مودست ببلاش اللي مشطب كوره. عايزين لعيب تقيل بنفس مواصفات سليمان كولوبالي. ما تنساش تعمل لايك وفولو وشير للفيديو، وبس كده. سلام.